I was squire to Sir Arlen of Pennytree since I was a boy. He charged me to be a good knight, to defend the weak and the innocent, and I swore that I would. Are you Baelor Targaryen? No. Then would you move the fuck out of the way? Yeah, sorry. What's your name? Sir Duncan the Tall. Never heard of him. Do you know every knight in the Seven Kingdoms, then? The good ones. If you could bring me to Ashford, I could swipe you, sir. Rob me, and I'll hunt you down with dogs. You don't have dogs! I'll get some. Where? Oh! Boys, stop gaping. See to my horse. I'm not a stable boy, my lord. Not clever enough. I know I'm just a hedge knight, but sometimes I think there could be more. Why do you treat these royal lapdogs like they're your betters? They are my betters. These men have a name. I'm trading. What chance do I have? I have no chance. Falling star brings luck to those who see it. So the luck is ours alone? I need to fight honorably. But sometimes I think I buried my courage alongside the old man. Within every man, there are many men. So be brave. Be just. Get up! Be tall. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاسس ان القناة مطربة والله. اخر فيديو عملته كان من 4 شهور باين مش عارف، بس طبعا الناس القديمة هنا اللي كانت موجودة لما بدأت السنة اللي فاتت عارفة اني شخص محب لعالم جيم اوف ثرونز، فاول ما بشم حاجة ليها علاقة بالعالم ده لازم ارجع يعني. وطبعا اي حد متابع عارف ان تريلر مسلسل فارس الممالك السبع نزل، فتعالى نتكلم عنه شوية. واول حاجة عايز اتكلم عنها هي السينماتوجرافي، الاماكن اللي متصور فيها واحساس عودة عالم جيم اوف ثرونز ده يعني حلو فشخ. تصميم الملابس شكله عالمي، وحتى شكل الممثلين لايق فعلا على الشخصيات من دانك وايد وايريان تارجيريان ولاينو باراثيون. الناس هتحب الشخصيه دي لما تتفرج عليها. وبصراحه انا اتفاجئت لما عرفت ان المسلسل ده 6 حلقات مش 10 ولا 8، وكمان بيتقال ان كل حلقه حوالي 30 دقيقه، فيعني كنت منتظر اكتر، بس يعني هنشوف. انا عارف ان الروايه الاصليه مش كبيره للدرجه، ولكن يعني ما انتوا بوظتوا قصه هاوس اوف ذا دراجون، ما عرفتوش تطوروا قصه ده شويه يعني. بس لو اتكلم بجد اعتقد المسلسل ده هيكون مرضي جدا للي قرأوا الروايه. حاسس انه ما فيهوش اي تغييرات عن الروايه الاصليه، غير ان جورج ار مارتن ادى موافقته للمسلسل مش زي ما قعد يشتم في هاوس اوف ذا دراجون الموسم الثاني. بس لو جينا نتكلم على القصه فهي القصه مش كبيره وشخصياتها حقيقي مميزه، فانت لو قصيت او شلت اي حاجه من القصه دي مهما كانت صغيره حرفيا هتبوظ باقي القصه كلها. فاعتقد ان التغيير الوحيد اللي ممكن يحصل في المسلسل ان الكتاب هيطولوا بعض المشاهد شويه او هيزودوا مشاهد على القصه عشان يملوا ال6 حلقات، ودي ممكن تكون حاجه حلوه مش وحشه. زي ما في جيم اوف ثرونز لما بنشوف مشاهد كتيره من اللي احنا بنحبها اتكتبت للمسلسل مخصوص، لانك عندك شخصيات كتيره اسطوريه، فكان هيبقى حرام انك تعدي مسلسل من غير ما تعمل مشاهد كتير تجمعهم. فاعتقد انهم يعملوا حاجه مشابهه في فارس الممالك السبع. بس عموما ربنا يستر، عشان احنا لسه ما نسيناش اللي انتوا عملتوه في ماشي براحتكم يعني. بس تعالى نتكلم على حاجه تانية. مش عارف ليه بس التريلر حسسني اني داخل اتفرج على مسلسل كوميدي، في حين ان الروايه مش كده، الروايه عباره عن قصه دراميه. بس يعني هنشوف برضو. ومثلا اللقطه المقرفه دي مش موجوده في الروايه، بس يمكن هما كانوا عايزين يعملوا تريلر دمه خفيف، بس هنخش المسلسل نلاقيه سوداوي عادي. وفي اخر التريلر حسينا بشويه من الدراما دي. انا بس اتمنى ما يكونش المسلسل فيه كوميديا كتير، عشان يعني فاهم يعني انا بحب الروايه دي لانها روايه انت بتبداها وانت ما عندكش توقعات كبيره لاي حاجه. قصه جانبيه هيكون فيها ايه يعني؟ انا اكيد فاهم مجنون بالعالم ده عشان اقرا الروايه دي، بعدين بالتدريج بتلاقيها بتروح لناحيه جامده فشخ، اللي هو ممتعه فعلا يعني، ومليانه مفاجآت زيها زي جيم اوف ثرونز الاصليه. فعشان كده المسلسل ده ممكن يكون احسن مسلسل مشتق من مسلسل جيم اوف ثرونز، فاهم اللي هو ليه لا يعني. وبالنسبه للاخراج فاتش بي او دايما بتجيب مخرجين فاهمين يعني ايه عالم جيم اوف ثرونز، يمكن بتجيب كتاب مش قد كده، بس دايما الاخراج بيكون توب. اماكن التصوير والزوايا وتصميم الانتاج كله عالمي.
صانع المسلسل إيرا باركر هو الشخص اللي كتب الحلقة الرابعة من هاوس اوف ذا دراجون الموسم الأول، فهنشوف هيعمل ايه. خصوصا ان الرواية خدمة أي حد ممكن يعملها مسلسل بسبب انها مش طويلة ومش مليانة شخصيات، لا هو شخص واحد احنا مسمينه مسلسل عليه أصلا، فيعني ينفع تتعمل في كام حلقة وخلاص. بس أتمنى ان إيد ياخد وقت أكتر في المسلسل. وعندنا تنين صحيح، احنا بنحب الحاجات دي برضو. وعموما العلاقة بين دانك وإيد بتفكرنا بحاجة احنا بنحبها من جيم اوف ثرونز، وهي القيم والمبادئ بتاعة الحراس. وفي النهاية مسلسل فارس الممالك السبع عبارة عن قصة بتدور قبل بداية أحداث جيم اوف ثرونز بحوالي 100 سنة، فالمفروض إنه يكون مسلسل واقعي مفهوش الحاجات الخيالية بتاع جيم اوف ثرونز زي السحر وغيره. المفروض تحسه مسلسل تاريخي يعني، إلا لو طبعا قرروا يخترعوا في القصة. ربنا يستر وملاقيش دانك بيحلم بالنايت كينج عشان مقومش أكسر التلفزيون يا رب يسيبوا القصة ضيقة، لأن ده في حد ذاته حاجة جديدة علينا في عالم جيم اوف ثرونز. أنت أوريدي بنيت عالم ضخم، فخلينا نستمتع بالقصص الصغيرة في العالم ده عشان نتعلق بيه أكتر. مش لازم تربط لنا كل حاجه بالوايت ووكرز والكلام ده. خلينا نركز مع دانك وإيد في المسلسل ده بالذات، عشان لو بس ركزنا عليهم هما الاثنين صدقوني ده هيكون مسلسل جامد. وبس كده، ان شاء الله لما المسلسل ينزل هنغطي حلقه بحلقه مع بعض، فاعمل سبسكرايب ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، وسلام.